من الصحابة الكرام، وفارس من فرسان الإسلام، وأحد السباقين الأولين الذين صبروا على العذاب المهين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنه عمار ابن ياسر. صدقت يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأضاء قلب ووجه عمار بنور هداية الله عز وجل، فذهب إلى والديه يحثهما على ما فعل. أراك مسرور يا بني، ما الخبر؟ ذهبت إلى محمد بن عبد الله والتقيت به، وما أعذب ما سمعت منه. ذهبت إلى محمد بن عبد الله يا عمار؟ نعم، وآمنت به الصادق الأمين، فكلامه حق وما جاء به حق. وماذا قال لك؟ ليس هذا هو المهم الآن. إياك وأن يعلم بأمرك هذا أحد من قريش يا عمار، فهم عزموا على قتل وتعذيب كل من يتبع محمد. أحقا يقتلون من يتبع محمد؟ نعم يا أماه، شاهدتهم يعذبون بلالا وآخرون من عبيدهم، ويقولون لهم: لن نسمح للموت أن يخلصكم من أيدينا. ولما فعلت إذن يا ولدي؟ ألا تخشى أذى نفسك وقهر قلبي عليك؟ لا يا أمي، أنا لا أخشى إلا الله الواحد الأحد، هو بين يديه نفسي، وله فيها العفو والعذاب. عمار، قلت لك حافظ على سرك يا ولدي، والآن أسمعنا ما قاله لك رسول الله. أبي! وكيف أدخلك رسول الله في دينه؟ قولي من بعدي يا أماه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أويظنون أننا سوف تأخذنا بهم شفقة أو رحمة بعد أن سبوا آلهتنا؟ جرؤ محمد على أن يقول لا عبيد ويصدقوا. أتصدقون؟ يتساوى العبد بالسيد فيجادله؟ لا، لن نقبل بذلك أبدا. سوف أقطع من لحمهم وأحطم في عظامهم حتى يعودوا عما يقولون. لو لم أخشى على أمي لقطعت ألسنتكم هذه التي تتطاولون بها على الله ونبيه. أخفض صوتك يا ولدي، يسمعك أحدهم فيكون العذاب. كان عمار يذهب كل ليلة إلى دار الأرقم ليسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، ويرجع ليبلغ أبويه بما علم، وألقي عليه من قرآن. وكان يحاول
ألا يراه أحد، كما كان لا يجهر بصوته عند تبليغهما. ولكن حدث ما كان يخشاه، وعلمت قريش إسلام آل ياسر، ودخلت عليهم في بيتهم غصبا. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون يا كفرة؟ سبأتم يا من أعتقناكم؟ سبأت يا سمية؟ وانقلبت حياة عمار وأبويه رأسا على عقب، وأصبحوا مقيدين معذبين بيد أبا جهل ومن معه من المشركين. ولكن آل ياسر كانوا من أولي العزم على دينهم، فما فرط منهم أحدا. قل يا عمار إن محمدا يكذب، وأطلق سراحك وأبويك. ما كان نبي الله بكاذب، فهو الحق وعلى حق، والله عز وجل حق، وما من إله غيره. سوف أعذبك يا ابن سمية إلى أن ينجدك إلهك هذا الذي تزعم أنه حق. وأنت يا امرأة، من أين لك بتحمل كل هذا العذاب؟ اكفري بما ليس له وجود. اكفري اكفري يا امرأة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنت أيها الهرم، اكفر بآلهة محمد ولا تكن غبيا كابنك. بل أنت الغبي الذي لا عقل له. أما قلنا مرارا أن لا آلهة لمحمد؟ ها، أتسمع يا عمار؟ أأنت عاق لوالدك الشيخ الحكيم؟ اسمع له ولا تكن من هؤلاء الصابئين. إنما هو إله واحد لا شريك له، بيده كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. احموا النار،